اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباحكم زي الفل والهنا والورد، أو مساءكم زي الفل والهنا والورد. معلش سامحوني عشان صوتي، عندي دور برد شديد. ربنا يبعد عن أي حد. حاسة إن عظمه كله مكسر. ادعولي بالله عليكم في الكومنتات، وادعولي دعوة حلوة من قلبكم كده، ولكم بالمثل إن شاء الله، لأنه دور صعب قوي. الجو مش مظبوط، فالدنيا مش مظبطة خالص مع كل الناس، مش معايا بس. تعالوا بقى معايا فيديو حلو قوي. الفيديو ده على فكرة مش معمول خالص. الفيديو ده معايا بقاله يجي 3-4 أيام عايزة أنزله ومش قادرة أنزله أصلا. فالنهاردة اهي الحمد لله حسيت بتحسن شوية، فقلت ايه هنزله معاكم. معايا هنا أنا فرمت كمية البصل بتاعتي كلها مرة واحدة. فرمت يجي كيلو بصل، وهقسمه بقى على كذا طبخة، يعني مش هعمل طبخة واحدة. معايا هنا طماطم بصلصة. شوحت بس البصلة مع المادة الدهنية بتاعتي وحطيتها. اما رجعت تاني البصل دوت هو يعني ايه فرمته، يعني هو كان مفروم معاه، وجبت فص توم او فص يعني 3-4 فصوص توم. انا قشرتهم وخرطتهم على اللي هم الحبة اللي في الطاسة. بس لازما يبقى اكلتنا النهاردة فيها توم. لو عندك توم متفرز عادي حطي توم متفرز. فرمتي بصل على فلفل احمر، يعني اللي هي باينه معاكم دي فلفل احمر. وهنا هحط بردك لتاني وصفه معانا. حطيت بردك هنا، شوحت البصل بس انا هنا شوحته في طاسه لوحده، لان هنا الطماطم كنت انا اصلا فرماها ومسبكاها من قبلها. يعني ما كنتش عامله حساب ان هي يعني ايه يعني ان انا هعمل، فكنت فرمه الطماطم والحاجه قبلها. معايا بقى هنا فلفل اسود. انا ما كانش عندي مطحون فاستخدمت الحصى، والحصى طلع حلو جدا 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 في الشوربة وفي البهارات وفي الحاجات، لان مش بدي اللون الغامق بتاع المطحون. اما تيجي تعملي شوربة حاولي هات الحصى للشوربة بس، تخلي الشوربة معاكي رايقة مش غامقة. بدي تستحلو قوي على فكرة. الحصى أنا اول مرة استعمله لاني ما كانش عندي مطحون، فقلت مش هفضل ان انا افضل اطحن واعمل، فاستعملته. بس كان بصراحة عطيني نتيجة حلوة. هنا بقى انا عملت ايه، حطيت الصلصة اللي انا عملتها في الدقة الصغيرة دي للكرش. حطيت مستكة وحبهان وورق لورا وفلفل اسود وكزبرة ناشفة وكمون. نفس اللي انا حطيته هنا حطيته في الحلة التانية، بس ما عدا المستكة والحبهان وورق اللورا. حطيت في الحلة التانية، حطيت في دي كمون وكزبرة وفلفل اسود. كمون وكزبرة وفلفل اسود وايه وذرة شطة. اعذروني. بس انا حطيت في الحلة التانية مستكة وحبهان ورق لورا. هنا بقى حطيت نفس البهارات، بس ما حطيتش مستكة وحبهان ولا فلفل اسود. حطيت هنا كمون وكزبرة، وحطيت هنا شطة، وظبطت الملح. ما حطيتش اكتر من كده. عايزه تحطي 7 بهارات حطي. انا كنت جايبه من مطروح وقلت لكم قبل كده حاجه اسمها 13 بهار، بس حلوه قوي بصراحه. بس للامانه ما حبيتهاش على المحشي. للامانه كده انا ما حبيتهاش على المحشي. السبعه اللي هو ال 13 بهار ده بتدي طعم وتست حلو قوي في الفراخ او في اللحمه المشويه. اما انك تعمليها في محشي او في صلصات لا، مش بصراحه مش بتديني التست او الطعم اللي انا عايزاه. انا حبيتها في الفراخ واللحمه المشويه، او اللي هي يعني ايه مش بصلصه، مش بفرم طماطم وبعمل. فاهمين قصدي؟ هي دي. هنا بقى كان معايا تقولوا ربطه تقولوا حزمه اللي انتوا عايزينه. هنا معايا ربطه شبت وربطه كزبره وربطه بقدونس. الخضره رخصت دلوقتي، يعني هنقول الى حد ما معقوله شويه. يعني يعني الحبه اللي في ايدي دول كنت جايباهم ب10 جنيه. وانا كنت في اول الفيديو وراكم اللي هي اللهم صل على حضرة حبيب، اللهم صل على النبي يا رب.
يا رب ذكر اللي هي كانت المصفى كان فيها ورق عنب. كنت سلقاه. هو المطلوب ورق عنب. هنا بقى كان معايا برضو فلفل اسود وملح وكمون وكزبرة، والفلفل الاسود برضو محطوط بحاله. ده بنتي لسه هتعملي ايه؟ طولوا بالكم عشان ما تتوهوش مني. بس انا يعني ايه انا كنت شغالة في كذا حاجة، بس وانا بعمل لكم الفيديو وانا بمنتجه حاولت ان انا يعني ايه ارص المقاطع بتاعتي عشان ما تتوهوش مني. هنا جبت الطبق ده بصلة واحدة مفرومة في الكبة، وحطيت عليها شطة وكمون وكزبرة، وحطيت عليها فلفل اسود. انت عندك الفلفل الاسود مطحون حطي، وحبهان. حطيت كل دوت في الطبق مع البصلة، واديتهم دعكة بايدي بسيطة كده، وهحشبهم الفرخ. وهتاكلي احلى فراخ ما اكلتهاش قبل كده على فكرة. الفراخ طعمها كده تحفة، بالذات الفراخ البلدي. انا يعني الفراخ البلدي احنا كفلاحين او كفلاحين يعني بيبقى عندنا كتير. هنا بقى حطيت الفراخ تتسلق على النار عادي، مفيش فيها اي افتكاسة ولا اي حاجة. وهنا قعدت بقى جبت المنبر بتاعي وجبت الورق اللي انا هحشيه وقعدت على الارض. بصراحة ما قدرتش اقف، وانا بحب طالما هقعد وقت طويل او هعمل حاجة على وقت طويل بحب اقعد بصراحة. يعني ايه، احب اقعد يعني لو بعمل محشي، لو بنضف حيوان، عندي فراخ مثلا عايزة تتنضف او كده احب بقعد ببقى واخدة راحتي وما بتعبش من الوقفة، وبخلص الحاجة بتاعتي بسهولة. شايفين انا بطبق المنبر هنا ازاي؟ هوريكم كمان واحد. امسكي كده افتحيه، ايوه، وقومي عاملاه بصباعك كده اهو، ايوه كده، وهتحشيه بقى في ثانيه. على فكره ما بياخدش اي حشو حاجه. وبايدك بقى وامسكي بطاطي كده، نزلي كل اللي الزياده ديت، هتلاقيه اتبطط معاكي وبقى حلو. حسيت ان بقى الحته دي خلاص اتملت، قومي قلبها الناحيه التانيه اهو. شايفين انا بعمله ازاي؟ ببططه بايدي ازاي عشان ما يبقاش في رز زايد ويبقى مظبوط. ايوه التبطيطه ديت بتبقى حلوه قوي اهي. يلا هشوفكم بقى ايه وانا بحطه في الحل. هنا المية بتاعت المنبار ما فيهاش اي حاجة، فيها كمون، لا ما فيهاش كمون يا ربي، لا فيها مستكة وحبهان ولا لورا وفلفل اسود حصى بس. يبقى الشوربة انا مملحة الشوربة بايه؟ بفلفل الاسود ومستكة وحبهان ورق لورا بس، وحطيتها. حسيتي ان ملحك مش مظبوط مع الحشوة، هتزودي كمان شوية ملح. حاسة ان ملحك مظبوط، خلاص ما تزوديش. انا بصراحة لاني مش ضامنة ان اللي عندي كلهم بيحبوا الاكل مشطشط او بيحبوا الاكل حراق، فانا عاملة الاكل هادي. مش عايزة اللي انا مثلا عازماهم على الاكل يعني يزعلوا اني مثلا الاكل بحرق، الاكل مش مظبوط، الاكل فيه حاجة زايدة. لا انا عاملاه بالظبط مظبوط عشان كل اللي ياكل منه يعني ما يحسش ان في حاجة زيادة. هنا بقى الكرشة دي بتغلي اهي. الفرخة على البوتاجاز بتتسلق. اللي خلصت بصراحة المنابير، ولسه بقى هعلق على المحشي، لان المنابير انا سبتها في الحلة بتاعتها عشان ما تبردش. لانه انتوا كلكم عارفين طبعا ان السلستين ما تبردش الحاجة بسهولة، فقلت عشان حبيت الرز من جوه ما تبردش هسيبها في شربتها، واما اجي احمرها هطلعها من الشرب. هنا برضو كنت حشيت ورق العنب، وده ورق لفت. عملت حبة صغيرين، ما رضيتش اكتر عشان الاكل برضو ما يبقاش كتير معايا. انتي ما قلتيش يا سعاد انت عاملة الاكل ده كله ليه؟ ناس عزيزة على قلبي، عاملة لهم الغدا ده وبحبهم جدا، فيا رب بألف هنا بألف هنا للي ياكل. فحبيت يعني ازود تزويدة حاجة بسيطة كده. يعني انا عملت محشي ومنبار وكرشة، وعملت المحشي ايوه والفرخة، وبألف هنا يا رب. واللي هيبات معانا احنا هناكله عادي، ما فيش فيها اي مشكلة. هنا بقى حطيت المحشي يغلي اهو، وتعالوا نغرب بقى. لا شايفين انا بقول لكم انا كده خلصت، يعتبر خلصت الاكل. هقف اشطب الحوض ده، مش هسيب حاجة طبعا.
ضيوفي او اهلي او اصحابي يجوا يلاقوا المطبخ عندي مش كويس، ما ينفعش طبعا. انت في المطبخ تلم كله اول باول. يعني انا على ما المحشي غلا كنت شطبت كل ده، الصينيه بتاعه المحشي ومش عارفه ايه والحبه المواعين اللي انتوا شفتوهم على الحوض دول. على ما خلصت الاكل ما كانش عندي ولا اي حاجه. لا هي بقى ايه، سامحوني معلش، اللي هي يعني حاجات الاكل بقى اللي هنغرف فيه. لكن المطبخ كنت نضفته وخليته زي الفل وانا واقفه. البوتاجاز بقى هو اللي معرفتش، لان ما شاء الله الحلال عليه كتير، فقلت هسيبه. بعد الغدا كده كده ان شاء الله نقف نشطب المطبخ ونغسل البوتاجاز بالمره. هنا بقى تعالوا اما نقل المنابير. بس انا مش عارفه، هنا حاسه ان المنابير لونها مطفي. انتوا لو هتبصوا في الطبق اللي انا شايلاه في ايدي وهو بيجي الناحيه دي هتلاقي المنابير لونها جميل. هنا مش عارفه لونها عامل كده ليه في الطاسه. اهي شايفين هنا لونها جميل، لونها حلو قوي، دهبي حلو قوي. حاسه ان هي هنا في الطاسه لونها غامق، لا هي مش كده والله. وهوريها لكم الوقت في الطبق هتحسوا بالفرق خالص، هتقولوا دي مش زي دي. اهو رغم ان انا بطلع في نفس الطبق اهو، عشان ما تقولوش انت جبت حاجه وده حاجه. اهو شايفين هو في ايدي اهو، شايفين بقى اللون، شايفين اللون وجماله. تنسيش بقى تحط لي لايك وتشتركي معايا في القناه وتعملي لي سبسكرايب وتشتركي معانا، ولايك وشير وسبسكرايب للقناه. وبحبكم في الله في الله، وربنا يديمنا في حياه بعض نعمه يا رب. قول اللهم امين. هنا بقى بغرف الرز وغرفت الكرشة وقلت المنابير وهغرف المحشي. وتعالوا اتغدوا معانا شوية منابير عسل، شوية منابير كده. هوريكم الرز بتاعه، شايفين الرز مفلفل ازاي اهو. وانا سبته في الشوربة شوية من غير ما كنت اقليه. بس هنا حبيت ادوق معاكم الاول الاكل اشوفه مظبوط ولا لأ. ما شاء الله كان على الشعرة، كان بصراحة الأكل تحفة بأمانة، كان جميل. هنا بقى بوريكم الفراخ، شايفين فراخ بلدي بقى من اللي قلبك يحبها، تربية البيت، تربية عيني، تربية ايديا وحياة عيني اهو. شايفين وده المحشي، شايفين الأرضية وسلستيه. خليكي شاطرة في مطبخك. وكده بقى اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة. يا رب الفيديو يعجبكم. تنسوش دعوة حلوة من قلبكم لأختكم، ولكم بالمثل إن شاء الله. تعالوا بقى أما أوريكم أدا الرز وده المحشي وده الممبار. انت غرفة الأكل قليل، هغرف تاني، بس إيه، أنا حبيت أنهي معاكم التصوير هنا. وكده أشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.